من داخل منزل أيمن شوقي، شاب توفى نتيجة سرطان دم، كان مجند في الجيش، خريج بكالوريوس تعليم صناعي. باباه هيحكي لنا بالظبط ايه مشكلة أيمن وتوفى ازاي. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمة الله وبركاته. يا حاج حضرتك أول حاجة البقاء لله وحده ونعم بالله. حاج حضرتك احكي لي باختصار ايه موضوع أيمن وايه طلبات حضرتك. والله أيمن دخل الجيش وهو في الجيش أصيب بمرض سرطان في الدم، واتحجز في مستشفى العسكري. ما أثروش معاه في حاجة لغاية فترة العلاج بتاعته، يعني كانت مدة تجنيده سنة. عملوا له رفض في 1/7، وبعديها استمرار علاج 6 شهور، وبعد كده طبعا خلصت مدة السنة وهو لسه ما شافاش، فخرجوه بره المستشفى على اساس ان هو اصبح مدني مش عسكري. طبعا لما طلع بره وديته مستشفى معهد البحوث الطبية، وبدأت اعالجه على نفقتي الخاصة. طبعا استلفت واتدينت لان ما عنديش. حضرتك مش شغال دلوقتي يا حاج اي شغلانة؟ لا طبعا انا دلوقتي 65 سنة، وكانت شغلتي الاساسية نقاش. دلوقتي ما بقدرش اشتغل، ولا ليا معاش ولا ليا حاجة، علما ان انا من ابطال اكتوبر وحاربت في 73، وما دورتش على حقوقي. يعني بصراحة انا اللي ما دورتش على حقوقي لغاية وقتنا هذا، ولا ليا معاش ولا ليا اي حاجة. من هنا انا بناشد السيد رئيس الجمهورية اللي احنا نزلنا له في يوم 30/6 وايدناه، وعندي صور لاولادي وهم رافعين علم مصر ومؤيدينه، ان هو ينظر لحالتي وحالة ابني، يعمل له بس معاش ان انا اقدر اعمل له بيه عمرة، او معاش ليا انا شخصيا، لان انا اصبح خلاص ما مش قادر يعني على الكسب وكده. وده طلباتي. يعني ابني توفى، الله يرحمه، توفى في سبيل الوطن، في سبيل الله. انا مستعد اقدم ابني الثاني، ولكن بقى ان هم جم في فترة معينة دي اللي مزعلاني، ان هم قالوا لي يعني خلاص انت كده اصبحت مدني تعالج على حسابه. الفترة الزمنية اللي انا بعالجه فيها على حسابي دي انفقت كل اللي قدامي واللي ورايا يعني. فبطالب بان انا حتى يعني تعويضا بالمبالغ اللي انا صرفتها دي كلها، وهي تتعدى اكثر من 30 او 35 الف جنيه. الله يعوض عليك يا حاج. احنا عايزين نتكلم مع الحاجة. اتفضل. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله. يا حاجة البقاء لله. ونعم بالله، الحمد لله عليك بربنا. يا حاجة حضرتك ايه طلباتك؟ أنا والله مش عايزة حاجة، كنت عايزة هو اللي يرحمه ويسامحه. أنا والله ما عايزة حاجة، أنا كنت عايزة هو يعيش، بس قضاء ربنا يعني فوق كل شيء، فأنا يعوض عليا ربنا. يعني أنا هما يعملوا لوالده معاش، يعملوا لي بس، عاوز ايه؟ الامر لله وحده. ما كان نفسي هو اللي يعيش وهو اللي يعمل لنا، هو اللي يجيب لنا كل حاجه، بس ربنا بقى ما اردش. واحنا بس يعني لو كانوا هم اهتموا بعلاجه شويه ما كانوش طلعوه يعني في نص السكه، يمكن كان ربنا شفاه. انا كان عندي امل ان ربنا يشفيه، بس ربنا ما اردش يعني. امر بيد الله يا حاج. الحمد لله ونعم بالله، نعم بالله. ماشي. في نهاية كلامنا مع الحاج شوقي ووالدة أيمن، البقاء لله وحده في ابنهم الفقيد. احنا بنطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يشوف معاش للحاج او لابنه، يصرف اي مستحقات للجندي أيمن شوقي، تعوض بيهم الناس دي عن المصاريف اللي صرفوها خلال علاجه، وهو حق ليهم ان هم يبقى ليهم دخل ويعيشوا. شكرا لكم. كان معكم شوكار سعد.